السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في طام الأرانب الصغيرة النهاردة يا جماعة. وهنعمل تبني للخلفات بتاعت الأم اللي ماتت. الأم ماتت يا جماعة وسابت معاها 8 أرانب، فهنعمل تبني وهنفطم الخلفات دي من تحت أمها، وهنعمل تبني للخلفات التانية. فمن فضلك تابع الفيديو معانا للآخر عشان تعرف تتصرف ازاي لو الأم عندك ماتت. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا في طام الأرانب الصغيرة يا جماعة. وحصل عندي مشكلة يا شباب، قدر الله ما شاء فعل، هو قضاء ربنا، لا اعتراض على قضاء ربنا. النهارده يا جماعه لحقت على السكينه، لحقت يا جماعه على السكينه، لقيتها تعبت مره واحده. كنت انا في مشوار والجماعه لحقوها بالسكينه يا شباب، فقضاء ربنا. فطبعا خلفتها تعالى كده يا مدمن، خلفتها يا شباب صغيرين، معاها 8 ارانب، وزن الارنب تقريبا 400 جرام وفي نص كيلو يا شباب اهيت ان شاء الله. يعني وزن الارنب ده ممكن يخش في نص كيلو، تمام، او 600 500 جرام ما شاء الله يا جماعه. فطبعا هنا ام خلفتها كبيره شويه للام دي يا جماعه، فطبعا هنفطم الخلفات بتاعه الام دي اهيت، تمام، علشان هننقل تحتها الخلفات الصغيره دي يا جماعه. وكل حاجه هنعملها قدام معاكم في الفيديو، كملوا الفيديو للاخر عشان تستفيدوا. هنا يا جماعه الخلفات الصغيره اهيت، تمام، والخلفات الثانيه يا جماعه امهم ماتت يا شباب. هننقل الخلفات اللي هنا ديت هنا، بس هنفطم دولت الاول، نقول لكم وزنهم كام ونحطهم في العين اللي احنا هنفطمهم فيها. وبعد كده يا شباب ايه هننقل ديت هنا. معانا يا جماعه الميزان اهوت، ماشي. هنبدا نفتح الميزان كده يا جماعه. الميزان معانا مصفر على البرنيكه البلاستيك يا شباب. هنجيب كده يا جماعه الارنب كده عشوائي، تمام، ونحط الارنب على الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده 880 جرام يا جماعه، 870 جرام. حلو عسل ده يتفطم يا شباب زي الفل اهوت ما شاء الله. ارنب كويس 870 جرام. هناخده هنا يا جماعه، نحطه هنا كده ان شاء الله، ماشي. هنجيب ده وزنه صغير شويه، خفيف شويه يا جماعه، ده ممكن نسيبه. ده 570 جرام، ده يا جماعه هنسيبه شويه، ماشي. ناخد ده يا جماعه ان شاء الله ربنا يبارك. ده 960 جرام، 960. انا شلت يا جماعه ارنب من هنا كان كيلو، ارنب اخوهم اسود هنا شلته كان كيلو وشويه يا جماعه. شلته برضه ايه لانه لقيت وزنه كبير، شلته من وسط اخواته. يا جماعه هنجيب تاني ارنب التالت ان شاء الله ربنا يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا جماعه كيلو شويه اهوت، ماشي. بسم الله ربنا يبارك. هنا برضه ناخد هنا، هنحط هنا يا شباب اهوت. اللي احنا فاطمينهم يا جماعه المره اللي فاتت هم يا شباب، يعني اللي احنا فاطمينهم المره اللي فاتت دولت 4 وادي 4 8 وادي 4 12 وادي 4 16 وادي يا جماعه 2 18 وادي 2 20 وادي 2 22 وادي 2 24 ارنب اللي احنا فطمناهم ايه المره اللي فاتت. عشان للمصداقيه كنا فاطمين 25 ارنب. في ارنب هنا يا جماعه هنا كده كان في العين ديت، فالارنب ده تعب ومات يا شباب. فال 24 ارنب هو مش قادر، ما حدش يقول ده دولت اللي انت فاطمهم قبل كده وبتصورهم تاني. ما في ناس كده بتبقى انفسها ايه، تبقى انفسها مش مظبوطه يعني. طبعا كل مره بصوروكم فين، بصوروكم الخلفات دي مع عمهم، هي الفطام اللي فوق اهو يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. 780 جرام، ماشي. هناخده نحطه هنا كده. بعد كده يا جماعه سيبنا معاه لسه هنا اهوت برضه واحد اهو يا شباب، واحد اهوت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
780 جرام، 790 جرام، 785 جرام يا شباب، ما شاء الله برضه. ربنا يبارك اهوت. ناخد برضه نحط هنا ايه مع اخواتها. ده كده مهمين. دول يا شباب ما شاء الله خمس ارانب اهمت. دول 5. واحنا فطمنا واحد هنا فوق اهوت. راح فين؟ ده انا كنت نسيته. راح فين؟ دول 5 و2 7. أو كان مات منها واحد يا جماعة 8. تمام؟ كان مات منها واحد 8 يا شباب، كان مات منها واحد 8. دول 2 أدي 4 6 8 وأدي 2. لا لسه في أرنب ناقص يا ولاد. لسه في أرنب ناقص. هذا على الأرض ولا إيه؟ في أرنب ناقص كده. كده لسه في أرنب ناقص. هو دول 5 ماشي. دول 3 5 5 و2 7. هما كانوا 8 أرانب. أنا شلت واحد فوق، العدد فوق كان 4. لسه في كده أرنب ناقص، نبقى ندور عليه. تمام يا شباب؟ يكونش حطيناه في وسط دومت ولا حاجة. الوزن ده كده وزنه قد إيه؟ لا ده 550 جرام. ما علينا، هندور عليه هنجيبه. تمام يا شباب كده دلوقتي فطمنا يا شباب من هنا ماشي 5 أرانب وأدي 2 7. دي كان معاها 8 أرانب. سيبنا يا جماعة تحتها هنا زي ما انتم شفتوا كده أوزان يعني 600 جرام. وزنه قد ايه؟ رغم ان في ناس بتفطم على الوزن ده يا جماعه. ده 570 جرام اهو، يعني في ناس بتبقى اوقات بتفطم على 570 جرام 600 جرام. لا انا لسه سايبه اهو، سايبه مع ايه؟ مع عمه. وانا تاني برضه يا جماعه. هنعمل ايه يا شباب بقى؟ هنقل هنا كده تمام للام ديت الارانب ده اهي. هنعمل ايه؟ هنقل بقى ايه يا جماعه كده الارانب الصغيره اللي خالص، اللي هي الصغيره اللي خالص. تمام يا شباب هنشيله اهو. بقى احنا كده ده وزنه تقيل شويه تقريبا، ده 600 جرام او حاجه. 556 جرام. تعالى كده ممكن نسيب ده ياكل هنا كده لوحده يومين كده لحد ايه اهو يا جماعه. شلنا ايه اللي وزنه صغير حطيناه الام ديت ان شاء الله هترضعهم. الارنب ده كبير شويه يا شباب ان شاء الله. ربنا يبارك. ده وزنه قد ايه؟ ده 600 جرام 650 جرام. وشكله ده الارنب يا جماعه اللي كان هنا. تمام هنسيبه هنا بس يلا هنسيبه هنا يا جماعه اهوت. يبقى هنا كده في ارنبين الكبار وارنب صغيره في وسطهم. كده سيبنا هنا 2 كبار يا شباب. نقلنا الباقي فين؟ نقلنا الباقي للام دي يا شباب بفضل الله. نقلنا هنا كده ايه ادي همت ادي 3 5 ارانب. نقلنا لها 5 مع الاثنين اللي معاها بقى معاها 7 ارانب. بقى معاها يا جماعه كده ايه 7 ارانب يا شباب ماشي اهمت. ال5 نقلناهم اهمت. هنحاول نطلعهم كده مع الام. شايفين يا جماعه انا عملت هنا يا شباب؟ انا حطيت للام قش تمام تاكل منه قبل الفطام. ليه؟ سالتوش القش ده انا حاطه ليه يا جماعه؟ القش ده علشان يشغل عقل الام ويشغل بال الام وتغيير لريحه العلف في مناخير الام وتغيير لجو الام عشان خاطر الام ما تضربش الخلفات اللي انا حاططها لها. وشلت وفطمت وحطيت في نفس الوقت. شايفين يا جماعه؟ القش ده الام هتبدا تاكل فيه وتاكل بالعلف وتاكل من القش، تشغل عن الارانب الجديده اللي اتحط لها دول يا جماعه. هنطلعهم في وسطها كده مع العيال التانيه تمام، ياخدوا جو المكان مع الام. الام يا جماعه بصوا ركزوا كده، الام مشغوله في اكل القش، مشغوله في اكل القش، ما فكرتش في الخلفه بتاعتها اللي كانت خلفتها اتشالت وتحط لها خلفه تانيه ولا لا.
ركزوا عشان الحاجات الكلام ده كلام من ذهب، كلام مهم. عمليه التبني في العمر الكبير، اوقات الامهات بتعرف ريحه الخلفات الكبيره. تمام، ريحه الخلفات الكبيره. فاصبح الوقت الام الوقت الخلفات حطت ليه ماشي اهي. اهو الارنب اللي جنبها ده اسود يا جماعه مش ابنه، واللي قدام وشها الجنب التاني دهوت ما هوش ابنه. اهو قدام وشها اهو ملبوخه في اكل ايه؟ في اكل القش اهو، وبتفحر برجلها في السلك اهو يا جماعه اهو. شايفين يا شباب اهو، شفتوا يا شباب؟ يبقى كده عملت تمويه، عملت عمليه تمويه للام، حطت لها قش قبل الفطام تاكل منه، علشان لما جيت فطمت الارانب الام مشغوله بالقش اللي قدام منها اللي بتاكل فيه، تمام، ومشغوله بانها تغذي نفسها. شلت عيالها وحطيت لها عيال مش عيالها، تمام، وهي ملبوخه برضه في القش كده ما تضربهمش. اما لو ام قاعده فايقه ورايقه للعيال وفايقه ليك انت كمربي وانت رايح تاخد عيالها منها، هتلاقيها بتحجم عليك. لما تحط لها عيال تانيه مش عيالك هتلاقيها مركزه معاك، تبدا تضرب العيال وتلسعهم على قفاهم، وممكن تخسرك ارنب او اتنين منهم، تعضوا وركوا او تعضوا او خلص عليهم. يبقى انا كده شغال عمليه التبني في العمر الكبير صح، شغال في عمليه التبني في العمر الكبير صح. فطمت وعملت تبني في نفس الوقت، انا فطمت وعملت تبني في نفس الوقت. هنا يا جماعه هو ده الاحتراف، ده احتراف الشغل. سبت هنا ارنبين هم كبار شويه، هتلاقي منامين كبار شويه، تمام، هنا اتنين وهنا اتنين بيض كبار شويه. مجرد الاتنين البيض اللي هنا دولت لما يشدوا حيلهم كمان 3 4 ايام 5 ايام يجيبوا 700 جرام، تمام، هقوم جاي شايلهم وفاطمهم وحاطط الاتنين اللي هنا دولت نقلهم هنا. يبقى انا كده كملت الدايره وقفلت الدايره على الام، عمليه تبني وفطام في نفس الوقت. وطبعا دي يا جماعه ام برضو ما شاء الله والده ان شاء الله انا خير اهوت ما شاء الله، ربنا يبارك ان شاء الله يا جماعه، حاجات جميله جدا ما شاء الله ربنا يبارك اهوت. وادي هنا برضو نفس الطريقه الام الهي بلس برضو يا جماعه ديت والده، وعملت لها تبني الاسود دولت من الام اللي هي الاولانيه اللي شفتها يا جماعه الريكس ان شاء الله همت، ربنا يبارك، حاجه جميله جدا ما شاء الله. وهنا بقى المفاجاه يا جماعه، عندنا ام جديده الحمد لله برضو ولدت اهي، قاعده هنا بتاكل في العلف يا شباب وما شاء الله برضو ربنا يبارك اهي ان شاء الله يا جماعه. والده كم ارنب؟ ادي 2 4 5 6 و3 9 ارانب. والده 9 ارانب يا جماعه، ابيض اللي هو الفواتح ادي 3 5 6 و3 اسود، والده 9 ارانب ما شاء الله، حاجه جميله جدا ربنا يبارك. اعداد كويسه، الرضاعه ما شاء الله يا جماعه كويسه عندنا بفضل الله، عندنا انتاج وعندنا خير ونفطم على اوزان كويسه يا جماعه والحمد لله ناجحين بالعمل بتاعنا ده. كل اللي عليك ان انت تهتم بالارنب بتاعك، تهتم بالمشروع بتاعك بحيث ان انت ما تخسرش الارنب بتاعك، عشان خاطر الخساره انت اللي هتزعل، انت اللي هتزعل في موضوع الخساره. لان ده بمعنى اصح زي الطالب اللي بيدرس طول السنه ويجي بقى وقت الامتحان، امتحانك ان انت تطلع ارنب تفطم ارنب زي اللي احنا فطمناه ده امتحانك، ان انت طلعت ارنب عرفت تفطم ارنب. تعال كده تعال كده تعال كده شوف يا جماعه، الارنب بتاكل معاهم جنبهم يا شباب، الارنب الصغيره بتاكل من القش جنبهم اهي، والباقي جوه ما شاء الله. شوف الام يا جماعه اهي، وتبصوا شايفه الخلفات وتمام التمام مفيش اي مشكله. نقفل عليهم الارنب يا جماعه، شوف طلع فوق ظهرها يا جماعه اهو، ما هوش ابنين وطلع فوق ظهرها اهو شايفين عامل ازاي؟ رغم ان كانت امهم بيضه. يلا ربنا يعوض علينا. طبعا دي يا جماعه كانت حلقه النهارده، فطمنا الارانب على عمر 35 يوم بفضل الله، بنفطر عمر 35 يوم يا جماعه.
والحمد لله بنحاول ان احنا نجتهد على قد ما نقدر علشان نوصل لكم الصوره ونوصل لكم الدنيا ماشيه معانا ازاي. والحمد لله مطلعين انتاج كويس، وبنفطم اراب كويسه، حجم كويس عشان يحول معانا في اللحم. علشان الارنب لما تفطم وزن 800 جرام ولا 900 جرام ولا 700 جرام 750 جرام، بتقدر لما تفطمه تحطه في عين الفطام يقدر ياكل ويحول معاك ويديك انتاجيه تحويل في اللحم اكتر. طبعا لو انت اول مره تشوف قناتنا ما تنساش بقى انزل تحت اشترك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.